انا في عمري 20 عام كنقرا في لافاك. تزوجت بواحد الشخص من الجاليه المغربيه المقيمه بايطاليا، عنده 26 عام. جا خطبني، درنا فقط العقد وبقيت مكمله بقرايتي. كان زواج تقليدي. قبل ما نتزوجو خدا نمرتي، هضرنا. كنت خدامه كنقري الدراري الصغار وفي نفس الوقت كنقرا. قال لي ماشي مشكل، غتبقي عند والديك وانا غنطلع لك الوراق وندير لك العرس ونديك. ما بغيتكش تجلسي عند والديا حيت كاينه واحد مرات خويا اللي شويه خايبه وكتنوض الصداع. بقاي في داركم وتلاهي في الخدمه ديالك. قلت لي انا اوكي موافقه. صافي درنا العقد، جاب لي الصداق والخاتم. قال لي انا عندي مصاريف اللي عطيتها لك قنعي بها. خلى حتى قرب العقد، حيت انا حتى درت العقد عاد باش درت الخطوبه، بحكم انا بنت محجبه قلت ناخذ راحتي معاه في الخطوبه. نركبوا الخواتم، شدوا في يدين بعضياتنا. صافي. في العقد قال لي نعطيك 30 الف ريال، في الاخر عطاني في الجوا غير 20 الف ريال. مني وصلت للدار حسبتها لقيتها ناقصه. قلت ماشي مشكل، الدري يمكن غلط في الحساب. في الخاتم خدا لي خاتم ب 32 الف ريال. قال لي ما عنديش باش ناخذ لك اكثر من هكا. بحكم هو في برا شي